السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري. معاكم احمد فتحي وحلقه جديده من سلسله او كورس تعليم التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين. حلقه النهارده حلقه محتاجه انك تفوق معايا شويه. بس قبل ما نخش موضوع الحلقه تصلي على النبي كلنا ناخد الثواب. نخش على موضوع الحلقه اللي هو الوايت بالانس، واللي هو بالمناسبه مشكله مصورين كتير، حتى المحترفين منهم، حتى اللي عدوا مستوى المبتدئين، بيجي في حته كده بيسقط الوايت بالانس وبيجي في الكمبيوتر بقى يشوف كده الوان مختلفه. ايه هو الوايت بالانس كده بالمناسبه، او ببساطه او بالبلدي؟ انت شايفني كده كويس ولا كده افضل؟ لا انا اقول لك انت كده احسن. لا بص كده. طيب وجعت لك عينك، نرجع للاساس. كده انت شايفني افضل صح؟ ده الوايت بالانس بكل بساطه وبدون رغي كتير، بس هديك كام تعريف عشان تاخد بالك. الوايت بالانس هو توازن اللون الابيض في صورتك الفوتوغرافيه. ايه الكلام الكبير ده؟ مش كبير. الوايت بالانس هو انك تطلع في الصوره الابيض ابيض حلو، الابيض مزرق ولا ابيض مصفر ولا ابيض محمر. ده لو انت عايز تطلع صوره الوان طبيعيه، مش هتكلم بقى في تون بقى وبحط على الصوره الوان وبعمل شغل الفيموس والكلام ده، لا. بتكلم في الطبيعي البيزك اللي هو واحد مبتدئ بيتعلم تصوير. الصح انك بتطلع في صورتك الوانها مظبوطه عن طريق ايه؟ الوايت بالانس. الوايت بالانس ده بيتقاس بقيمه او بحاجه اسمها كلفن، باختصارها حرف الكي. الكلفن ده وحده قياس الوايت بالانس، وبيتقاس معانا من 3200 كلفن ل 5600 كلفن. يعني الصوره عندنا بيبقى ايه؟ حاجه اسمها حراره زايده، او الصوره حاره دي الصوره بتكون مصفره، او الصوره بارده الصوره بتكون مزرقه، او الصوره واخده تنت، واخده صبغه تبقى مثلا داخله على ماجنتا شويه او بنفسجي، او داخله على اخضر شويه. كل ده بظبطه من الوايت بالانس. الوايت بالانس ان هو اخرته ان انا بظبط الوان الصوره بوجه عام انها تطلع الوان طبيعيه. جلد الشخص اللي هو البني فهو بني، الشجره دي اخضر فهي خضراء، السما دي زرقاء فهي زرقاء. بحاول اطلع اللون بقدر الامكان زي الحقيقه. بعد ما اطلعه العب براحتي في ايديت بقى، هغير لونه، هعدله، هحط تون، انما الاساس انك تطلع الصوره صح. وده يهم اكتر مصورين المنتجات، مصورين الاكل، وبرضه مصورين الناس، لان انت عايز تطلع الناس الوانها كويسه، الوانها حقيقيه، مش تطلعهم زومبي مثلا مصفرين او وشهم شاحب. لا، فالوايت بالانس وظيفته انك تطلع اللون الابيض في الصوره ابيض، انك تخلي كل الصوره الوانها. لو انت ظبطت الابيض فكل لون في الصوره بقى مظبوط. طب اعمل فيه ايه ده، ولا بيتعمل ازاي؟ ده موجود في كل كاميرا احترافيه في اختيار اسمه وايت بالانس. بيديك اوبشنات، بيديك وايت بالانس مثلا للاماكن الظلال، الظل. وايت بالانس لو انت بتصور في الشمس، وايت بالانس لو انت بتصور في اماكن فيها غيامه كلاودز، وايت بالانس لو انت بتصور في مكان فيه لمبه فلوسنت بتختاره. بيديك اوبشنات. تمام. الكاميرا كتر خيرها بتديك اوبشنات. في كاميرات اعلى بتديك انك تحدد الكلفن، انا عايز كلفن 3200، كلفن 5500، كلفن مش عارف ايه. بتحدد الرقم زي ما انت عايز، بانك بقى بقيت محترف مثلا. فاعمل انا ايه كاحمد، او اعمل كان ايه كمصور مبتدئ؟ كمصور مبتدئ حاول ظبط الوايت بالانس حسب المكان اللي بتصور فيه. بس انا بصور يا عم سيشن ويخش على قاعه، ومن قاعه بخرج على مكان فيه ضلمه، هظبطه ازاي؟ دي نصيحه سبق الاوانها شويه بس لازم اقولها. لما تصور بصيغه رو اللي هنعرفها بعدين قدام، بعد كده ايه هي قدام، هتقدر في الايديت تعدل الوايت بالانس زي ما انت عايز، كانك بتعدله من الكاميرا. لما بتصور رو هتقدر تعمل الكلام ده كله. لما لو بتصور بالصيغه الثانيه اللي هي الجي بي جي مش هنعرف نعمل الكلام ده كله في الايديت، هنعمله بطريقه محدوده. فانت دلوقتي كل اللي عليك حاول تظبطه على المكان اللي بتصور فيه. لو مش عارف ففي اختيار اوتو وايت بالانس في الكاميرا، وبنسبه كبيره الكاميرا بتنجح انها تظبط الوايت بالانس عموما، بس مش في كل الصور، لان دي ما زالت آلة، ما زال جهاز. ممكن صورة تزرق منك، صورة تصفر منك، صورة تخضر منك، فاعتمد عليه بس مش اعتماد كلي، الا لو انت بتصور رو وهتعمل ايديت محترم بعد كده تعرف تظبط فيه الوايت بالانس. يا رب اكون ما طولتش عليك وما ازعجتكش وما وجعتش دماغك، بس باختصار الموضوع كله انك الوايت بالانس هو مقياسك هو اللون الابيض، لان ده لو طلع صح معاك كل الشغل اللي في الصورة والوان الصورة طلعت معاك مظبوطة. لو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو. ما تنسانيش من دعوتك، وسلام.